بسم الله. نبدأ أول حلقة لينا النهاردة من عالكنبة. كنبة سمر، قاعدة هدفها ببساطة إننا نتكلم ببساطة عن كل الحاجات، عن علاقتنا بكل الحاجات والمحتاجات، عن علاقتنا بنفسنا، بربنا، بصحابنا، بأهلنا، بالأيام، بالناس، برمضان، بالعيد، بأحدهم، بالحب، بالدب، بولادنا. الهدف منها انها تكون ببساطة وبهدوء، وانا قلبي يميل لكل البسيط منه، وان شاء الله ربنا يجعل فيها كلام من القلب، ربنا يجعل فيه القبول ويوصل للقلب. اول قعدة لينا النهاردة من على الكنبة هنتكلم عن علاقتنا جسود بالكنبة، علاقتنا بيها. علاقتنا بالكنبة هتكلم عن تجربتي أنا، تجربتي الشخصية المحدودة اللي قد كده، التي تحتمل الخطأ والصواب. بقالي فترة ملاحظة ان موضوع الكنبة، يعني في الكوميونتي اللي حواليا او في اغلب الناس اللي اعرفها، يعني موضوع الكنبة بقى بيمثل شريحة كبيرة، ما بقاش مجرد موضوع فردي، بقى تحسه بقى وعي جمعي، بس فيه يعني دعوة للتراخي والاسترخاء اكتر من اللازم، اكتر من اللي اتعودت عليه واللي اتربيت عليه طول عمري. دعوة للكسل اللي احلى من العسل، واهم حاجة مزاجي، كده كده مستقبلي ضاع. تقول له لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. طب أول شرط تصحى بدري، لا يا عم اديني السمكة، مش مهم أصطاد. في دعوة كده بقت أكتر من اللازم، إن إحنا ما نعملش حاجة. ويعني الناس كلها عندها مشكلة في إن هي تقوم إزاي من على الكنبة، إلا أنا وثلاثة طيبين آخرين. أنا عندي مشكلة إزاي أجي أقعد على الكنبة، وده اضطرني صراحة إن أنا أحكي لكم حدوتين هما إن شاء الله يبقوا لطاف. حدوتة قبل الكنبة، حدوتة بعد الكنبة. اول حاجه حدوته قبل الكنبه دي حدوته لطيفه خالص، بتاعت طفله اتربت على الالتزام، المسؤوليه، ان احنا نعمل اللي علينا، قد ايه مهم السعي، وان احنا نعمل حاجه بسرعه وينفع نعمل كذا حاجه في نفس الوقت، وان دي الشطاره، وان الحاجه اللي بالراحه او بالبطء دي مش شطاره خالص، وان القعاد عموما ده مضيعه للوقت يعني. ف ان احنا نقدر نعمل حاجات كتير، وان انت بقى بس يعني في التربيه دي كان ان انت مسؤول بزياده عن كل حاجه، يعني انت مسؤول عن سعيك وعن نتيجه سعيك، وده ما كانش صح في الموضوع. فالطفله دي كبرت وبقى عندها 39 سنه، ويبقى عندها ادمان للانجاز. الطفله دي الحياه عندها لما كبرت، الطفله دي هي انا. انا سمر اونلاين، متاحه، سميني سمر اونلاين لاني كنت متاحه طول الوقت، انا بساعد طول الوقت، انا بشارك طول الوقت، اللي محتاجني انا موجوده طول الوقت. بعمل كل حاجه في كل حاجه، يعني بنجز، بس يديني بقى انجاز، انجز زي ما انت عايز، اعمل حاجات بسرعه. الحاجات اللي بتعمل في 3 ايام انا بعملها في نص يوم حرفيا، مش عارفه برضو ليه. عندي دايما احساس ان انا مش هلحق حاجه، fear of missing، يعني مش عارفه في حاجه هتفوتني، انا مش عارفه ايه هي الحاجه دي، بس هو كونسبت في دماغي ان اي قعده مضيعه للوقت. حتى انا من كتر الانجاز، انا دلوقتي عندي 39 سنه، انا عملت كل حاجه الناس بتعملها، لمتهم في كام سنه يعني انا اتجوزت وخلفت وولادي كبار، يعني كبار خلاص الحمد لله، ربنا يبارك فيهم. وخلصت جامعتي واخدت كورسات كتير جدا، ختمت القرآن، عملت عمرة. طب والبعدين؟ عندي احساس دايما انه هو بعدين ايه اللي المفروض انا اعمله تاني دلوقتي. ف بقيت عندي ادمان للانجاز وما بعرفش اقعد نهائي. طبعا الموضوع ده كان بالنسبه لي صعب، هو يبان ان هو حاجه سهله، بس انا حياتي كلها على الاكس 2، غير ان انا متاحه طول الوقت وبقدر اساعد، وده شايفاه في الانجاز، بس على حق نفسي وعلى حساب نفسي. انا حياتي كلها على الاكس 2، زي ما بنعمل الفيديو كده على الاكس 2، يعني زمان لو كنت اسمع الكلام بتاعي على الفويس او على الفيديو كانت تبقى بطل لو فهمت انا بقول ايه اصلا. فحياتي كلها على الاكس 2، مش بعرف خالص، ما بعرفش اوقفها، انا مش بعرف اقعد زيكم. فدي كانت مشكله كبيره عندي، مش مجرد حاجه بسيطه، لان انا ما كنتش بنام كويس. انا بنام اشغل حاجات جنبي دماغي تخزنها، او اشغل قران ساعات لما كنت بحفظ عشان دماغي تخزنه. بنام ساعتين بس في اليوم او 3، لان النوم زي ما احنا عارفين طبعا مضيعه للوقت.
ده كونسبت في دماغي يعني، انتوا مالكوش دعوه بالكلام ده. النوم ده صحي جدا وجزء من الحياه عشان نقوم تاني. ف كل حاجه كنت بعملها على الاكس 2 بسرعه. بس انا مش هزعل من الاكس 2 لان هو وداني بصراحه في حته تانية خالص في حياتي، يعني نقلني نقله كبيره. انجزت حاجات كتير جدا في الحياه وعملتها بسرعه واتقان في نفس ذات الوقت. انا مش عارفه الميكس ده جه ازاي، بس هو ده اللي حصل. ان انا ممكن اعمل 3 حاجات في نفس الوقت، ان انا ادمج كذا حاجه مع بعض، انا اخد كورسات يعني كذا حاجه، وما بعمل مهمه بتمها. فده ساعدني. بس استهلكت، نفسي اتقطع. وبعدين في حاجات كتير قوي محتاج قلبنا يسمعها على الهادي. انا ما بعرفش اعمل ده، ما بعرفش اسمع فيديو ابدا الا على اكس 2، على 1.5 بكتير يعني. دلوقتي كمان بقى في 3 و4، بقت حاجه رهيبه يعني. فلقيت جماعه كل الناس اللي حواليا بيقولوا لي انتي عامله دوشه ليه؟ مصدعه نفسك ليه؟ ما تيجي معانا بقى هنا على الكنبه، ها، والدنيا حلوه ومريحه، وايه الدوشه اللي انتي عاملاها دي؟ قلت الله، طب والله فكره، انا ما جربتش الحاجه دي، تجربه جديده. من باب برضو ان هي تجربه جديده، ومن باب الدوبامين يعني، مش من باب حاجه يعني. فقلت ماشي نجرب، ايه المشكله؟ هيجري ايه؟ والله ما يجرى حاجه. وبعدين سمعت كلامهم وجيت عندهم على الكنبه وفضلت قاعده جنبهم في الاكتئاب الوسطي الجميل. لان انا بالنسبه لي القعده دي كده اكتئاب، انا كده مفيش دوبامين ومفيش يعني. بس قعدت بصراحه، الموضوع جميل ومريح قوي، حبيته يعني. لا حبيته من قلبي بجد يعني. خلاص انا اللي هو المحارب والسيف تحت البطانيه قاعدين على الكنبه، واللي يعرف يقومني يقومني. 7 فوائد للصحيان بدري، لا مش عاوزهم، انا قاعد هنا مرتاح. فالقعدة هنا مريحة في قمة تنحتي النفسية. وقلت هو ده السلام النفسي اللي أنا بدور عليه واللي بيقولوا عليه. طب ما هو ما موجود اهو، أنا بقى تعبة نفسي ليه؟ سنة سليمة قاعدة على الكنبة من اللا شيء، قاعدة بعمل الحاجات البيزك جدا. طبعا بالنسبة لي الشغل، البيت، الأكل، دي مش حاجات، ده بالنسبة لي بلح يعني. ده اللي كنت بعمله في العادي، إنما ما بعملش حاجة، قاعدة بعمل دول بس وبرجع أقعد على الكنبة. فاتبسطت قوي. بس كان جوايا شعلة كده صغننه قد كده تقول لي قومي يا بت، قومي نشوف ورانا ايه. انا اقول لها بس يا بت خلينا، ما ياما رحنا وياما جينا، خلينا قاعدين هنا احسن كده في الهدوء والسلام. تقول لي قومي، دي مش احنا، دي مش انا، في حاجه مش انا. فطنشتها لحد ما جه اعلان على كورس. قمت فطيت ونطيت وجريت، خلاص الطبيعه تغلب. رحت وجيت والتاني طب الدوبامين نشتغل يا معلم، خلاص انسى، اوعى الدوبامين، اوعى على طول ادمان. رحت خلاص، رجعت تاني من ادمان الدوبامين والجري على التريد ميل ورا الجزره اللي هي المكافاه. في مكافاه انا انجز الانجاز بالنسبه لي هو المكافاه، هو اللي بيحركني. لحد ما نفسي اتقطع. نفسي اتقطع تاني، تعبت. رحت قعدت بقى كده للحظه، مسكت ورقه وقلم. وهنا بس بدات افهم ان اللي ينفع لغيري ممكن جدا ما ينفعش ليا، مش كل اللي ينفع لغيري ينفع ليا. اللي قال لي انت قاعده ليه، انت عامله دوشه ليه، تعالي على الكنبه، جيت على الكنبه. واللي قال لي انت قاعده ليه، قمت انا عايزه ايه. مسكت الورقه والقلم وقعدت اكتب انا عايزه ايه. وهنا هتيجي حدوته بعد الكنبه. هي حدوته الطف، او هي جميله زي حدوته قبل الكنبه، هما بيكملوا بعض يعني. طبعا الموضوع ما كانش سهل عليا لان هو معتقد راسخ، فانا ماشيه عليه بقالي زمن، فمش عارفه ان انا اغيره بسهوله يعني. انا حاولت، انت تشوف ان هو حاجه بسيطه، بس انا حاولت كتير لان انا كل حاجه في حياتي بسرعه، حتى الصلاه بصليها بسرعه، مش عارفه خالص. هي العقل بيشتغل بالاوتوماتيك مود، خلاص هو اتسيستم على كده. عشان نغير السيستم بتاعته محتاج وقت، محتاج وقت يعني. انا بقالي مثلا قعدت حوالي 37 سنه 38 سنه من حياتي ماشيه بسيستم. عشان اغير السيستم ده فمحتاجه مجهود ووقت كبير. فقعدت بقى كتبت، فلقيت عندي استعنت بالله طبعا ودعيت كتير جدا، يا رب دلني على الصح واديني الهدوء والسكينه عشان نوصل للحكمه. لان طبعا انا من ادمان الدوبامين، فبقى كان عندي ان الحياه يا ابيض يا اسود يعني. يا نقوم نجري نشوف ورانا ايه، يا نقعد بقى على الكنبه. فاكتشفت ان انا عندي مشكله ان انا اصلا اجي اقعد عليها، ان ده هيبقى بالنسبه لي مضيعه للوقت. وكان عندي مشكله كمان ان انا الكنبه اللي هي اللفسه دي الاموره دي كنت
بحبها قوي. بس دايما معلش الفيديو قطع، نكمل من الحته اللي وقفنا عندها. دايما كنت احب ان حد يشاركني فيها، ما اعرفش اقعد عليها لوحدي. معلش احنا يا نقوم نشوف ورانا ايه، يا نقعد على الكنبه، ولا هقعد عليها ما عادش لوحدي. معلش نقعد حد يشاركني فيها افكاري، افراحي، احزاني، هزاري، ضحكي، نشرب حاجه، نتكلم. فما كنتش عارفه اقعد لوحدي على الكنبه. فدول كانوا المشكلتين بالنسبه لي. استعنت بربنا كتير ودعيته، اتكلمت كتير من كوتشز اصحابي، قريت عن موضوع السرعه والهدوء. والسرعه مهمه، بس في فرق بين السرعة والجري. ممكن ان الانسان يكون سريع بس يكون قلبه هادي، مش يكون بيجري، ده يحرق القلب. ف ساعدني بقى في حل المشكلة دي كذا حاجة هقول لكم عليها، ممكن يكون حد زيي يعني يستفيد. اول حاجة تمارين التنفس. تمارين التنفس طبعا، وهتتنفس عادي وفي دماغك فيها افكار، كده كده دماغنا فيها افكار مش هنعرف نوقفها. عشان يقول لك لازم دماغك تبقى فاضيه، لا عادي. وما كنتش بعرف اتنفس اكتر من 5 انفاس، لاني ده بالنسبه لي انا مش عارفه اقعد اصلا اتنفس. بدات ب5 وبدات تزيد لحد ما بقيت بعرف اتنفس، وبقيت اعرف اهدى وقلبي يقل ضربات قلبه شويه. كمان التمارين بتاعت ان انا اسمع، اعمل حاجه زي سلو موشن كده، اعد بالعكس، اعمل حاجه ببطء، عشان ده يخلي عقلي يهدى ويبطأ في التفكير. كمان تمارين بتاعت المايندفولنس، اللي هي الحضور واللحظه دي. زي مثلا لما اجيب شوكولاته اجي اكلها، ما مش اكل الشوكولاته كده على طول عشان انجز بقى. انا باكل بسرعه جدا على فكره، مش عارفه برضو ايه السبب، بس بفهم بعد ما بخلص اكل ان انا خلصت اكل. فان انا مثلا لما اجيب الشوكولاته اشوف الورقه بتاعتها، اشوف لونها، افتحها، اشم ريحتها، اشوف ملمسها، استطعمها، اخليها تدوب في البق، مش هاكلها مره واحده. ده بيدي مساحه ان العقل يعمل حضور في اللحظه، يميز، يعمل تمييز. ان انا اشم 5 روايح او 3 روايح مختلفه ورا بعض، ان انا ادوق 5 اطعمه مختلفه ورا بعض، ان انا قلنا التنفس وان انا المس حاجات وادوق حاجات واشم حاجات مختلفه. ده بيخليك تميز في اللحظه، يبقى عندك العقل يفصل ويبقى في اللحظه اللي احنا فيها. طبعا ده ساعدني كتير جدا. انت دلوقتي ممكن تقول فكك ايه العبط ده، ايه الحاجات دي، بس والله العظيم هي جابت معايا. جربها، مش هتخسر حاجه وانت قاعد على الكنبه، جرب يمكن تجيب معاك نتيجه. يعني من التدريب المستمر، العقل مصمم للتدريب على اي حاجه، انما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر. فلو التدريب استمرنا عليه فتره، وادينا للوقت وقت، وقعدنا وصبرنا، هنلقى نتيجه لاي حاجه. لان العقل مصمم اصلا انه يتدرب، بس بيعمل الاهم في المهم على حسب ترتيب اولوياتك في دماغك. وبعد 1.5 سنة من التدريب المستمر، واحيانا المتقطع، لحد ما بقى وعي في دماغي، في التطبيق، في الادراك، ها انا معاكم على الكنبه. اتعلمت بقى ايه؟ كذا حاجه. اول حاجه بقى عندي، كان الاول عندي مهارات قليله. يعني بقى عندي مهاره ان اتكلم بسرعه على الاكسترا لو انا عايزه، وعندي مهاره ان انا اتكلم في النورمال عادي. كانش عندي، اخيرا بقيت على النورمال عادي، كانش عندي النورمال ده. وكمان ان انا ممكن اتكلم بالماينس، يعني اعرف اتكلم باهدى خالص. دي مهاره ما كانتش عندي. اتعلمت كمان ان انا اقدر اتبسط على الكنبه وانا قاعده لوحدي في الفضاء السرمدي في اللاوعي، ما بعملش حاجه. واقدر كمان اتبسط اكتر لو حد شاركني فيها، لو كان متاح او كان موجود. مش شرط اكون انا دبدب بقى وان انا متضايقه ان انا لوحدي او كده، لا، اقدر اعمل ده واقدر اعمل ده. اقدر يعني يختي كده ينفع ويختي كده ينفع عادي. اقدر اطلع بره انجز وارجع تاني اقعد على الكنبه. مش انجاز بس، ما بقتش الموضوع خد مني وقت كبير جدا، لان طول ما انا كنت قاعده على الكنبه كنت بحس بالذنب ان انا بضيع وقت. لحد ما التدريبات ديت، وبالاستعانه طبعا والدعاء، واطلع صدقه واكلم الكوتشز واقرا وكده. فده ساعدني ان انا اغير من نظام حياتي اللي ساعدني كتير دلوقتي. ومن ساعتها بقى عندي مرونه في الانتقال بين احتياجاتي واحتياجات الحياه. ان انا اقدر اخرج واجي، واقدر اقعد معاكم هنا على الكنبه. ومن هنا جت فكره على الكنبه، كنبه سمر. ان انت مش لوحدك، انا قاعده معاكي هنا على الكنبه.
آه، اللي مفهومها بقى جديد، بقى جميل قوي، اللي بقت احلى بعد مفهومها الجديد، اننا في الحياه بنروح وبنيجي، بنسعى وبنريح، وان الراحه جزء من السعي، وان القعده على الكنبه جزء من الشحن عشان نقدر نقوم تاني، وان الحياه معظمها في الرمادي. جس وات، طلعتش ابيض واسود، الحياه معظمها في الرمادي. الموضوع ده عشان اوصل له خد مني وقت كبير قوي. دايما الفضيله بتبقى وسط بين نقيضين، يعني اليمين والشمال، يعني ربنا يرزقنا الحكمه يعني فيها، احنا نعرف نبقى في الوسط. عشان كده دايما ديننا دايما في الوسط. حلو، هنفضل نتعلم وهنفضل طول ما احنا عايشين هنفضل نتعلم لحد ما يورثوا منا الكنبه. ودي كانت اول حلقه لينا من على الكنبه. لمست فيكم ايه الحدوته؟ لو لمست فيكم حاجه شاركوني، واستنوني في حلقه جديده من على الكنبه، كنبه سمر.